قبل كل شيء أقدم تقديما وإكراما إلى المكرم الفضيل أيحب الناس وأهله وإلى الأساتذة والأساتذة التي ربونا بتربية حسنة حتى تكون تلميذا ماهرا مؤدبا، وأيضا تكريمي وتعزيمي إلى المجلس الحكمي الذي يخزن خطبتي في هذه الليلات المباركة إلى الحاضرين والحاضرات في هذا المكان المبارك. طيب أعطيني فرصة لأقدم لكم خطبتي تحت الموضوع كن مسلما حقيقيا. إخواني المسلمون المحترمون، علمنا الإسلام توحيد الله وأن تشبيه الله بالحوادث ذنب عظيم. الله أحد ليس له شريك ليس له ولد ليس له ولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر وهو الخالق وقصر الكلام له جميع الصفات الكاملة. الله خالق المرسلين والملائكة والروح والشجرة والحجارة وكل ما في هذا العالم. ولذلك أنتم أيها المسلمون لا يجوز لكم أن تعبدوا المسيح ولا تعبدوا الروح ولا تعبدوا الشياطين ولا تعبدوا الشجرة ولا تعبدوا سوى الله. إخواني الأحباء، المسلم ليس من تكلم في العربية الفصيحة وليس من لبس الإزار واستكمل القلنسوة وليس من نهى نفسه من أكل الخنزير، لكن المسلم من يشهد أنه لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان وحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا، وزيادة على ذلك أنه يجب عليه أن يفعل ويقول الحق ولو كان مرا كيف كان ومتى كان وأين كان. إخواني في الدين، ولا بد أن يفهم الجميع أن الإسلام وليس متقدم ملونا بزهد أعني فعل شيء لطلب الآخرة وليس أداء العبادة في المسجد وليس الصوم ولا الزكاة ولا حج الفقر، بل الإسلام يشمل نواحي الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إخواني الأحباء، ليس من اعتدل عن الناس فقد مسلما حقيقيا وليس من تفكر في المسجد طلب لرحمة الله وفضله فقد مسلما حقيقيا، كما أنه ليس بمسلم حقيقي من كانت حياته لدنياه فقط. طيب من خطبة أنفان والأنجان الوقت لأقدم لكم خطبتي الأول. علمنا الإسلام توحيد الله وأن تشبيه الله بالحوادث ذنب عظيم. الله أحد ليس له شريك
أنا مسلم وأقول أقول لكم